في وسط الدفاع. نشاهد أنه مازا يضغط على حاول إخراج الكرة والذهاب إلى الأمام بحثا عن حلول في وسط الميدان والهجوم. المنتخب الوطني الذي كما قلنا فيها إن شاء الله مازا هو المحرك بعودته للتشكيلة الأساسية. أيت نوري دائما على الجهة اليسرى في عمل ممتاز رفقة عمورة وتمرير الكرة إلى منطقة 18 متر. محرز يحاول رفقة اللاعب بوداوي ولكن الكرة تخرج للركنية. إذا بالطبع مشاهدي قناة الهداف، ركنية هي الأولى للمنتخب الوطني في هذه المواجهة. رياض محرز القائد يحاول يغير الكرة ناحية هشام بوداوي العائد للمنتخب الوطني بعد الإصابة. النبيل بن طالب إبراهيم مازا يحاول ولكن الدفاع البوليفي المنتخبي الهولندي. إذا المنتخب الوطني إبراهيم مازا يحاول كالعادة، هذا اللاعب الشاب الواعد في صفوف المنتخب الوطني والذي هو محل أنظار أيضا الإعلام الأرجنتيني الذي حذر من هذا اللاعب. المنتخب يستعيدها مجددا نبيل بن طالب. رياض محرز إبراهيم مازا يحاول مباشرة إلى نذير بن دافع أيمن يجدد فيه الثقة بعد لقاء هولندا. الناخب الوطني اليوم شرقي هو الذي دخل مكان بن سبعيني أو لنقل بالعيد، ولكن الناخب الوطني إعطاء الدفع على مستوى خط الوسط. عمورة على الجهة اليسرى فتحة لكنها كانت خارج إطار المرمى بحثا عن خاصة في الشوط الثاني أمام هولندا. تم تجديد الثقة، هذه فرصة من عمورة اللي وجد نفسه تقريبا وجها لوجه بعد تمريرة من إبراهيم مازا، ولكن دفاع المنتخب البوليفي اللاعب توريز يخرج الكرة إلى الركنية. أيت نوري طبعا الثنائي مندي وشرقي محاولة القيام ببعض النسوج الكروية. مازا يدخل في الوسط ومرة أخرى تمريرة جميلة وكاد يكون أول هدف عن طريق عمورة الذي ضيع. شاهدنا أنه الكرة تقريبا كلها الخطيرة تأتي على مستوى الجهة اليسرى. 12 دقيقة ولكن اللقاء ربما لم ينطلق العداد مثلما انطلقت المواجهة. على كل حال الذي يهم هنا أنه عماد محرز بدأ يتراجع نوعا ما إلى وسط الميدان عوض الجهة اليمنى، ربما لنقص السرعة أو لتواجد عبدة على الجهة اليمنى. ايسلندي بالقوة اللازمة، المنتخب متواضع واجهه المنتخب الأرجنتيني. فرصة أخرى أو عمل جيد وتواجه في بداية اللقاء كانت فيه حرارة لكن بدأت تنقص بمرور الوقت في الكرة. نشاهد حاليا استيقاظ نوعا ما للمنتخب البوليفي الذي لم يسجل أي فرصة خطيرة ولم يصل حتى إلى مرمى الحارس بمبوط. يحاول في هذه اللقطة عن طريق الرقم 7 تورا كروس. رضوان، هل يمكن الحديث الآن عن منافسي المنتخب الوطني؟ إذن هنا كرة خطيرة لمنتخب بوليفيا عبر اللاعب بانياغوا فيه. إذن تنفذ هذه الركلة الركنية المنتخب البوليفي. إذن يتبادل الكرة لدى فرنانديز يحاول توزيعها لكن محاولات. نذكر فقط أنه منتخبنا الوطني هذه فرصة خطيرة على الجهة اليسرى لهجوم المنتخب البوليفي، ولكن بإذن الله في اليومين القادمين لأنه الفريق أو لاعب بوريسيا دورتموند كان عائد من إصابة ولم يلعب لمدة 21 يوم تقريبا مع ناديه الألماني. المنتخب البوليفي هو المتحكم في الكرة، ونشاهد أن المنتخب 4-3-3 الرباعي الدفاع متكون من عبدة في نصف ساعة الأخير دخل بن بوعلي
لقطة جميلة أو نسج كروي جميل وتدخل الريان ايت نوري في الجهة اليسرى. ايت نوري محمد الأمين عمورة. ايت نوري عمورة من جديد. عمورة يحاول التوغل بمراوغة المدافع البوليفي، ولكن اللاعب هشام بوداوي. نبيل بن طالب في الوسط. محرز يعود إلى الوراء ليطلب الكرة، يوزع، يغير ناحيته. ريان ايت نوري استقبال جميل، ولكن الكرة تخطف ماندي أو نبيل بن طالب. عيسى ماندي ريان ايت نوري. ريان ايت نوري تبادل الكرة مع ريان ايت نوري، يتقدم ناحية منطقة العمليات. هل سيوزع الكرة؟ لا، الكرة تخرج. لا، لم تخرج. المنتخب البوليفي يستعيد الكرة، ضغط من الجزائر ويستعيد الكرة محمد بن عبور، ولكن الحكم يشير إلى خطأ لصالح اللاعب المنتخب البوليفي الذي من جهته سقط في وقت سابق رضوان أمام المنتخب الوطني ب3 أهداف مقابل 2. المنتخب الوطني يستعيد الكرة، هجمة معاكسة لصالح محمد الأمين عمورة لاعب نادي فولفسبورغ الألماني على الجهة اليسرى. عمورة يتقدم، يواصل إلى إبراهيم. لا، الكرة لم تمر ويستعيدها المدافع الأول من المواجهة. عيسى ماندي، محمد الأمين عمورة يعود إلى الوراء إلى نبيل بن طالب، وبدوره إلى عيسى ماندي يغير مباشرة نحو محمد الأمين عمورة، يتحرر كثيرا. عمورة يتقدم ويسدد، وتمر الكرة فوق العارضة للحارس. لم نرى منها الكثير سواء من أشرف عبادة أو من رياض محرز. محمد الأمين عمورة يقتنص الكرة ويسدد، ولكن الكرة تصطدم بدفاع المنتخب البوليفي في هجمة معاكسة وغير ناحية الجهة اليسرى، ولكن أشرف عبادة يقوم بالضغط على المنتخب الوطني متقدم. عيسى ماندي يعود إلى الريان ايت نوري. نعم، محمد الأمين عمورة يتقدم نحو المدافع، يحاول توغل المراوغة، لكن يعود إلى الوراء. صراحة الحاضر الغائب رياض محرز اليوم صراحة لاعب يؤكد مرة أخرى المردود الباهت اللي ظهر به أمام منتخب هولندا، بدليل أنه الجهة اليمنى ما عدا هنا رياض محرز أول مرة ربما يحاول توغل، لكنه يعود في كل مرة إلى الوراء. على كل حال تمريرة لأشرف عبادة مرة أخرى. الخطورة تأتي دائما من محمد الأمين عمورة الذي يظهر نوعا ما متسرع، والتسرع هذا تسخينات تحسبا لدخولها في المرحلة الثانية، لا سيما اللاعب ماستيل الذي يظهر أنه قد يكون بديل، رغم أن الجميع بعد مردود اللاعب أو بعد مردود لوكا زيدان. ومنتخبنا الوطني اليوم في لقاء ودي أمام بوليفيا، لقاء مفتوح لوسائل الإعلام وللجمهور الرياضي، الذي خطأ فادح من مدافع المنتخب، لكن الحكم يصفر خطف الكرة من المدافع البوليفي موراليس الذي ارتكب خطأ فادح. تراجع نوعا ما للمنتخب البوليفي الذي لم يظهر الشيء الكثير، ونشعر بأن منتخبنا الوطني بإمكانه أن يشكل أكثر خطورة على دفاع المنتخب البوليفي. نشاهد هنا في هذه الكرة لحارس المرمى ماكازاغا، حارس منتخب بوليفيا، نعم، الذي أو الحارس لامبي، عفوا حارس كارلوس لامبي، حارس منتخب بوليفيا. بوداوي اللي ما شاهدناش كثير اليوم يمرر الكرة لأحمد الأمين عمورة، فتحة في اتجاه رياض محرز، لكن الكرة لاعبين تقدموا إلى عملية الإحماء في القائمة الاحتياطية باستثناء تيتراوي ياسين، فارس جيميس، وأيضا الحارس لوكا زيدان الذي يبدو أن الناخب الوطني قرر إراحته في هذه المواجهة. نبيل بن طالب يحاول التوزيع، ولكن لا أحد لاستقبال هذه الكرة في الدقيقة، لا سيما منها يعني ما يتعلق بتفادي إضاعة الوقت والتماطل. مثلا نذكر أن اللاعب وفي حال تجاوز 10 ثوان فقط في حال الاستبدال، فإن الحكم سنية إلى المنافس. كل هذه القوانين الجديدة سنشهدها في كأس العالم، نسخة لن تكون فقط جديدة بعدد المنتخبات المونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك
كندا توزيع تنفيذ مخالفة من المنتخب الوطني إلى التوزيع في وسط الميدان، ليس الهدف الأول، هو الهدف الأول إذن للمنتخب الوطني عن طريق المدافع عيسى ماندي. رضوان، كنا ننتظر أن يكون الهدف من الهجوم ولكنه جاء من عيسى ماندي. هل هذا يعني أن هجومنا يعني غابت عنه الفعالية في هذا الشوط؟ والله أول كرة ثابتة كان فيها هدف، وهدف ما شفناش فرحة كبيرة عند العناصر الوطنية. هذا يظهر بأن الجميع يفكر في البداية الرسمية وليس في المباريات الودية، ولكن فوز في مثل هذه المباريات يريح عناصر المنتخب الوطني من الناحية النفسية، ويريح أيضا المدرب دراسة خاصة لكل من كان في المنطقة 18 متر. المنتخب متفوق بهدف مقابل 0. هدف سيكون عمورة كاد يضيف الهدف الثاني وجها لوجه. تسرع كبير لعمورة الذي يشكل خطورة حقيقة، لكنه متسرع أمام المرمى. إبراهيم مازا في محاولاته يحاول يراوغ يمرر، والكرة الميدان أيضا منتخبنا الوطني نوعا ما يتحكم في الكرة. فرصة خطيرة دائما على الجهة اليسرى، والحارس في تسلل، في وضعية تسلل يعملها الحكم، ويبقى يحاول عن طريق رايان ايتنوري الذي يتمسك أو يتحكم جيدا في الكرة. تمريرة لعمورة ليبقى سم قاتل على الجهة اليسرى، ولكن تمريرته كانت سهلة لحارس المرمى. نحن في الوقت بدل الضائع. المنتخب الوطني تغييرات كثيرة أجراها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في الشوط الثاني، مثلما كان منتظرا بإشراك فارس الشايبي وأمين أغويري، فضلا عن أيضا حسام عوار في الهجوم، وحاج موسى صاحب الهدف الوحيد الخضر أمام هولندا في البداية الأخيرة. المنتخب الوطني تقدم من الهجوم منذ بداية الشوط الثاني. الكرة لدى فارس الشايبي الذي يوزع نحو القائم الثاني للحارس، ولكن الكرة تخرج. أيضا دخول طوغاي في خط الدفاع، حجام أيضا على الجهة اليسرى. نشاهدوا في ما يصنعه حاج موسى على الجهة اليمنى من هجوم المنتخب الوطني في هذه المرحلة، خاصة من جانب العناصر التي دخلت في المرحلة الثانية خطورة. نعم، المنتخب الوطني يفتكر الكرة من المنتخب في نصف الملعب رغم بعض المرتدات للمنتخب البوليفي الذي يقوم ببعض المحاولات. نشاهدوا على الجهة اليمنى دخول أيضا بلغالي على ما أعتقد. نعم، بلغالي متواجد على وسط الدفاع. حجام كما قلنا على الجهة اليسرى. غويري عوض من بوعلي. زروقي عوض عمورة. لقطة خطيرة للمنتخب الوطني، تمريرة جميلة، والهدف الثاني هدف جميل وجميل جدا لمنتخبنا الوطني عن طريق حسام عوار بعد تمريرة جميلة من بولبينا الذي مرر الكرة لعوار الذي وجد نفسه في أحسن لواء لتسجيل الهدف الثاني. غويري هو اللي مرر الكرة، غويري مرر الكرة، وعوار تمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الوطني. 2-0 بعد تسجيلها لأهداف وبتسجيلها لانتصار جديد بعد الفوز أمام هولندا. كل هذا يزيد من الثقة أما سنتحقق من ذلك. إذن المنتخب الوطني متقدم في هذه الدقيقة 58 من المباراة بهدفين دون مقابل. هجمة أخرى يقودها أنيس حاج موسى، يقدم تمريرة ناحية نعم توزيع، والهدف الثالث للمنتخب الوطني إذن عن طريق أمين أغويري. ثنائية في هذه المواجهة لأغويري، اللاعب الذي يبدو أنه يسعى لفرض نفسه في هذه التشكيلة رضوان بتسجيل ثنائية في أقل من دقيقتين. أمين أغويري أكد بهذه الطريقة جاهزيته
الكأس العالم. المنتخب الوطني متقدم ب3 أهداف دون مقابل. التشكيلة الثانية رضوان يبدو أنها أكثر فعالية من التشكيلة التي شاركت في الشوط الأول بقيادة لا. الكرة تعود إلى الدفاع المنتخب البوليفي الذي يحاول التقدم من جديد. الكرة تعود إلى جوان حجام يتقدم بها ناحية من لا الحكم يوقف مكان أسامة بن بوط وأيضا عادل بولبينا في الهجوم رفقة أمين قويري في الدفاع زين دين بالعيد وأمين توغاي وفي الوسط أو في الدفاع أيضا جوان حجام وفي الوسط رامي الزروقي فارس الشايبي وحسام عوار وفي الهجوم أنيس حاج موسى الذي يتقدم مرة أخرى ناحية حراسة المرمى ويضيف الهدف الثالث للمنتخب الوطني بطريقة رائعة. أنيس حاج موسى الهدف الرابع للمنتخب الوطني. حاج موسى يؤكد تألقه قيادته المنتخب الوطني في هذه المباراة. هدف رابع أيضا للمنتخب الوطني في أقل من 5 دقائق. ممتعة، هجمات خطيرة وهجمات جعلتنا نلاحظ بأن المنتخب الوطني تحسن كثيرا في المرحلة الثانية. هل يمكن القول أن هذه التشكيلة المناسبة؟ المدرب أدرى. أعتقد بأنه أصبح بيتكوفيتش وفي لتقاليده أنه المرحلة الثانية دائما يظهر المنتخب الوطني بمردود أحسن، وهذا حدث في كرسي الاحتياط ما عدا كما قلنا ما عدا غجميز ما عدا تطراوي ولوكا زيدان. ركنية أول وعريضة جدا 4 أهداف كاملة وبتشكيلة في المرحلة الأولى. مندي هو صاحب الهدف الأول. المنتخب الوطني واصل التي اعتدنا عليها في التربصات الأخيرة. والله أعتقد هذا مشكل أثرياء، وهذا شيء سيكون يعود بالفائدة على المنتخب الوطني والناخب الوطني. نجد منتخب أو تشكيلة أخرى. أعتقد أن المدرب الوطني يمتلك ويعرف جولات هذا لم يشارك، إضافة إلى بن سبعيني. المشكل اليوم ربما الجمهور الرياضي يتساءل فرصة أخرى دائما على والكرة اللي يحبها الجمهور الجزائري كما نقول احنا الكرة الجزائرية تمرير من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. هنا بولبينا فيه ولصالح كارلوس ميلغار. نشير إلى أن عادل بولبينا تلقى إنذارا في هذه المواجهة في الدقيقة 64 وكان وراء تمريرة حاسمة في الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي سجله أمين قويري رامي كاملة. أما الدفاع فسجل هدفا واحدا في المباراتين أمام هولندا وبوليفيا، بما أن ماندي كان وراء الطيب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. الكرة لدى المنتخب البوليفي الذي يحاول في هذه الهجمة على جهة اليمنى، يحاول الكرة ناحية اللاعب روبرتو كارلوس فرنانديز في الوسط ناحية الجهة اليسرى من الهجوم البوليفي، يغير ناحية الجهة اليمنى إلى اللاعب أو ناحية الجهة اليمنى ليتوصل بذلك اللاعب محاولة التوزيع، ولكن الدفاع المنتخب الوطني يخرج بعد رحلة دامت قرابة 11 ساعة. لكن منتخبنا الوطني اليوم خاصة في المرحلة الثانية نشاهد في مردود جيد، صعود البلغالي دائما على الجهة على الأولى أو المرحلة الثانية. يعني منتخبنا الوطني ربما سيكون مزيج بين ما شاهدناه في الشوط الأول، بعض العناصر المشاركة في الشوط الأول على غرار تلقى إنذار شفهي فقط، وكل لاعب طبعا يريد أن يكون في المستوى المطلوب حتى يلفت نظر المدرب الوطني الذي نعم زميلي رضوان. إذن المباراة متواصلة هنا في ملعب سي بي كي سي ستاديوم. المنتخب الوطني متقدم ب4 أهداف دون رد. ومن هنا محاولة من فارس الشايبي، لكن الحارس اللامبي يتصدى لهذه الهدف الرابع للمنتخب الوطني. الكرة لدى حاج موسى إلى فارس الشايبي، يعود إلى فارس الشايبي. حاج موسى ناحية المدافع زين الدين بالعيد من توغاي بالعيد يقدم له، لكن المنتخب البوليفي يستعيد أمين توغاي إلى جوان حجام على الجهة اليسرى. عادل بولبينا جوان حجام يحاول يقدم الكرة إلى رامي الزروقي إلى
من فارس الشايبي؟ أنيس حاج موسى داخل منطقة العمليات، يراوغ حاج موسى يحاول ولكن الكرة تعود إلى فارس الشايبي. هل هو في تسلل؟ لا. أنيس حاج موسى لمن سيقدم الكرة؟ تعود إلى رفيق بالغالي. جوين حجام، الكرة فوق مرمى المنتخب البوليفي في هذه الدقيقة 85 من عمر المواجهة. المنتخب